فين من الكلام اللي بيعمله محمود الخطيب ده. محمود الخطيب بيروح زي ما يكون رايح الصيدليه كده، يجيب دواء ويجي يجيب كتوفان، يجيب اسبرين. وحسين لبيب فين؟ يعني عدي الجنب التاني كده 10 دقايق هتكون في مدينه نصر. اطلع كده فوق السور، ما تخليش حد يشوفك عشان يعمل معاك الغلط. هتلاقي بين رمضان وبين شرقي وبين ديانج وبين قفشه وبين امام وبين زيزو وبين وانت فين من الكلام ده؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ تكونوا بخير. طبعا بعد صفقة بن رمضان خلاص الاهلي عنده الجبهة الهجومية، يعني ما فيش، مش عايز حاجة تاني. يدور بقى على دفاع وجبهة شمال وجبهة يمين، وكده يبقى كاشت قوي يروح كاس عالم. بس ده كاس العالم ده شهر يا كابتن خطيب. مش عارف انت يعني الصفقات كلها هتعمل بقى ايه؟ الصفقات كلها هتعمل بقى ايه؟ وكمان لسه بيتفاوض مع مصطفى محمد انه يجي شهر بتاع كاس العالم. بيتفاوض كمان لسه كوتيسا في الطريق، لان زيزو هيتوقف. زيزو موضوع زيزو ممكن يعمل زي كهرباء كده، محاكم بقى، وزيزو هيكون ضاع نفسه. لا هو اللي لعب مع الاهلي ولا هو اللي لعب مع الزمالك. وطبعا هنشوف بقى الايام اللي جايه دي، هيبقى الترند اللي شغال زيزو. ما فيش زيزو راح زيزو جه، هيبقى هو الموضوع موضوع زيزو. بس الكابتن حسين لبيب فين من الاداره؟ بنسمع بس الكابتن ممدوح عباس هو اللي بيتكلم. الكابتن ممدوح عباس هو اللي بيتكلم، بيطلع يعاير كل الاداره بلعيبه، بكبير بصغير، بيقول لهم انا بصرف، وبعض المصاريف دي حتى ما بتصعدوش وما بتجيبوش وما بتعملوش. والكابتن حسين لبيب مش موجود. ممدوح عباس برضو داخل في انه تأجيل الماتش كاس النهائي بين بيراميدز. لا احنا مش هنلعب يوم 5 عشان العيد وكده، فهنخليه يوم 10 ولا 11. يا كابتن ممدوح عباس، العب الماتش ده، هتبقى بيراميدز لعبه نهائي افريقيا، وهتبقى مركز على افريقيا، وهيبقى في اجنده دوليه. فممكن بيراميدز يبقى عندها غيابات، تعرف تاخد كاس، تطلع من الموسم بكاس. ما يبقاش انت والاهلي كده طلعتوا صفر بطولات يعني. لكن عباس مش هو بيحسبها كده. هو هيمشي كلمته على حسين لبيب بقى، وعايز يمشي كلمته على حدوة، وربنا يسترها الايام اللي جايه. كمان الاهلي بيفاوض تشافي، ده برشلونه اللي فشل مع برشلونه، بيفاوض رامون دياز اللي كان ماسك بيراميدز ايام تركي الشيخ. وبرضه لسه مع الكلام مع جوميز، بس جوميز طبعا عشان انه لسه قدامه 4 مطوشه في السعوديه، فممكن جوميز يأخر شويه. لكن خلاص ماركو روزا مش جاي. كمان في عرض القفشه، والاداره مرحبه بيه، لان خلاص المنطقه دي مش عايزين، لا عايزين لقفشه ولا عايزين السوليه ولا عايزين الساعي. وكمان السوليه جاله عرض من الاتحاد الليبي عند كهربا بقى، ومرحبين بيه. يعني هتلاقي بقى ورده سليم هيمشي، وهتلاقي يحيى عطيه الله يمشي. الاهلي هيصفي بقى، ما هو خلاص، ما هو الموجودين نجوم. قعد مين ده؟ انت الجبهه الشمال اللي فيها بن شرقي، عندك بن شرقي وعندك تريزيجيه جاي، وكمان في كلام على ابراهيم عادل بس صعب. يعني ملغمه الجنب الشمال اليمين. لو زيزو لعب والشحات وطاهر، ويعني ما فيش بس الدفاع والجبهه الشمال. وكمان في نيه علي معلول انه يروح سيراميكا. يعني الاهلي كده حدث ولا حرج في الفريق. الاهلي مش مناوي على حاجه، بس هو كاس عالم شهر، وهتيجي تلعب باللعيبه دي، هتيجي تلعب بقى هنا. هو ده اللي بنقول الاحتراف، اللي يحترف يكمل مش يرجع. اللعيبه دي اللي هتيجي تلعب معاك هنا مع بتروجيت وانبي وغزل المحله وبلديه المحله لكن طبعا الاهلي حدث ولا حرج يعني. كمان بنشوف الجون صحيح 100%، جون الزمالك. محدش بقى طلع قال لا عمر امين عمر اتوقف ولا حاجه، ولا اتحاسب ولا حاجه. ومحدش طلع برضه من اتحاد الكره وضح الكلام ده. فين اتحاد الكره من الكلام ده؟ مفيش. في رئيس لجنه الحكام اللي هو جايبينه من الهند، مش عارفين نجيب رئيس لجنه حكام من هنا، جايبين رئيس لجنه حكام من بره بياخد بالدولار. وما فيش تطور، ما فيش حاجه، هم الحكام، وهم مش حافظين قوانين. حتى المعلقين المباراة مش حافظين قوانين. يعني حتى المعلق يقول لك ايه، لمسه يد وقانون وكلامهم كله غلط.
لما يطلع علينا الكابتن محمد صلاح فتاح ويقول لا جون وراجعوا جون بيراميدز، جون صن داونز في الاهلي، هتلاقي نفس الكلام، نفس الهدف هو. لكن احنا عندنا بقى اتحاد كرة ولجنة حكام ورابطة وكله مش موجود. كمان في ربط، في قرار 8 سنوات خلاص بيدرس بنسبة كبيرة هيتطبق، ولو اتطبق هتلاقي محمود الخطيب بره إدارة الأهلي، هتلاقي إدارة الأهلي كلها بره. ما هتشوف بقى ناس جديدة. كفاية المليارات اللي بتصرف دي. مش الدوري المصري اللي انت تصرف عليه كده، مش الدوري المصري اللي انت تروح تصرف عليه المليارات اللي بيصرفها الاهلي. ولو الزمالك كده هنقول كده برضو. يعني ده كده فشل. إيه انت نقي، طلع كده من الناشئين، انتبه للناشئين شويه، انتبه للاقاليم شويه، هتلاقي والله هتلاقي مواهب جميله احسن من المواهب اللي احنا بنجيبها. وتلاقي النادي ده يشرط عليك بكذا واللاعيبه يشرط بكذا وتباص في غرفه اللبس. يعني نادي الزمالك لو لقيت اداره صح مع اللعيبه اللي موجوده دي، مع 4 صفقات 5 صفقات، انت عندك الدفاع 10/10 وما تجيبش حارس مرمى. يعني ايه هات وينجين، واحد يقعد شلبي، واحد يقعد مكان زيزو، وواحد رقم 6 وواحد رقم 8 ومهاجم. يعني 4 5 صفقات وهتعرف تتعامل مع الفرع بتاع 6 اكتوبر. هتلاقي الاداره اتغيرت وهتلاقي النادي اتغير. لكن الاداره مش موجوده، اداره الزمالك مش موجوده. اللي بيديرها ايه؟ كابتن ممدوح عباس بالتوتاه والفوست مش عارف ايه، الحق. كابتن ممدوح عباس، يا كابتن ممدوح عباس العشريه السوداء بترجع تاني معاك. هو يعني انت عايز ايه من الزمالك؟ انت عايز ايه؟ انت من يوم ما دخلت الزمالك والزمالك فعلا بينهار من 2006 والزمالك مش موجود. ليه؟ انت مره تحجز على الاموال بتاعته في البنوك، مره تدخل زي حسين لبيب اهو مش موجود، مرتضى منصور دلوقتي فين بقى؟ فين؟ لا انتوا اللي بعتوا زيزو اللي كان جايب 600 مليون جنيه مصري، ولا 300 مليون جنيه مصري، ب 6 مليون ولا 8 مليون دولار، كان نقل الزمالك وكان وديك مشيته. يا ريتك مشيته لا ده انت مشيته للمنافس بتاعك. يعني يا ريته مشي السعوديه ولا مشي الامارات ولا مشي اوروبا، لا ده انت مشيته لمين؟ للمنافس بتاعك هنا. بس انتظروا ايقاف زيزو قريب، انتظروا ايقاف زيزو مش هيلعب كاس عالم. زيزو مش هيلعب كاس عالم لان زيزو فيه مشاكل كتيره، وفي المفروض ان العقد بتاعه اخر الموسم، المفروض ان هو كان يروح ويتدرب حتى لو مش هيلعب. ولو قالوا له تتدرب الساعه 8 بالليل كان يتدرب مع الناشئين يتدرب. لكن هو ما بيروحش خالص ومش موجود. والاهلي بيخطط لخراب الزمالك، مش بيخرب لحاجه، مش بيدبر لحاجه تاني، هو خراب الزمالك. ده كان موضوع، وشكرا. وما تنساش اللايك والاشتراك في القناه. شكرا والسلام عليكم.